بيبدأ الفيلم بطفلة صغيرة اسمها رايلي بتتولد وبيتولد جواها المشاعر بتاعتها، واللي بتكون فرح واللي بتبقى مسؤولة عن الفرحة، وحزن واللي بتبقى مسؤولة عن الحزن، وخوف واللي بيكون مسؤول عن الخوف، واشمئزاز واللي بتكون مسؤولة عن لا ركز معايا كده، واللي بتكون مسؤولة عن الاشمئزاز، وغضب واللي بيكون مسؤول عن غضب رايلي، وبيكون قدامهم أزرار بيخلوهم يتحكموا في مشاعر رايلي. وفي يوم وهي بتلعب كانت لسه هتقع، خوف بيتحكم فيها وبيخليها تاخد بالها، وبتيجي علشان تاكل وابوها بياكلها بروكلي، واشمئزاز بتيجي وبتقول بروكلي وبتتحكم في الآلة وبتخلي رايلي ما تاكلش، وابوها بيصر انها تاكل، وغضب بيقول الراجل ده مش هيدا ولا ايه، وبيتعصب وبيتحكم في رايلي وبيخليها تزعق، وابوها بيقول الطياره رايحه فين، وفرح بتيجي وبتخليها فرحانه وبتاكل. وبيبقى في كور كتير كده، ودي اللي بتكون كلها ذكريات رايلي والايام الحلوه اللي مرت بيها. وبنروح للذكريات المركزيه، ودي بقى بتكون الذكريات اللي رايلي فاكراها من اول لما اتولدت، زي مثلا اول هدف سجلته في لعبه الهوكي، وما شاء الله كلها ذكريات سعيده. وبيكون كل ذكرى مركزيه لها جزيره معينه، زي مثلا جزيره لعبه الهوكي، وجزيره العيله انها يعني بتحب باباها ومامتها، وجزيره المرح، وجزيره الصداقه، وجزيره الصدق انها يعني ما بتكدبش. وبتبدا رايلي تكبر وبتعيش اسعد ايام حياتها، لحد ما في يوم رايلي وعيلتها بيسيبوا البيت وبيمشوا، وكل المشاعر ما بيبقاش مصدقين، بس بيفرحوا انهم هيعيشوا في مكان تاني، وبيروحوا يتخيلوا البيت الجديد هيكون عامل ازاي. وعلشان طفله بقى فبيتوقعوا مثلا هيبقى بسكوت، هيبقى بيطير، اطفال. لحد ما رايلي بتطلع تشوف البيت وبتلاقيه زي اللي ما كانش بتفكر فيه، وبتطلع تشوف اوضتها، وفرح بتفكر هترتب الاوضه ازاي، ورايلي بتعجب بالفكره وبتنزل تجيب الحاجات، بس بتسمع ابوها وهو بيقول لمامتها العفش احتمال يجي الاسبوع الجاي، ورايلي ما بتبقاش مصدقه وكلهم مش عارفين يعملوا ايه، وبتبدا تنزل ذكريات عباره عن خوف وحزن واشمئزاز. وفرح بتجيلها فكره وبتخلي رايلي تلعب هوكي بالورقه علشان تخليها تنسى، وابوها ومامتها بينزلوا يلعبوا معاها، وجزيره العيله بتبدا تشتغل، وابوها بيجيلها التليفون وبيمشي، ورايلي بتبقى زعلانه، بس فرح بتفتكر ان هم عدوا على محل بيتزا، وبتخلي رايلي تفتكر المحل، ورايلي بتقول له امها انا جعانه، وبيروحوا يطلبوا بيتزا بس بتطلع كل البيتزات بالبروكلي، وبتمشي وبتبقى زعلانه، وفرح بتحاول تتوه الموضوع، وبتجيب لها ذكرى مضحكه عشان تخليها تتكلم فيها هي ومامتها، بس حزن بتمسك الذكرى ورايلي بتحس بالحزن، وبنعرف ان الحزن لما بتيجي تلمس اي كره فرحه بتتحول لحزن، وفرح بتعرف ان الحزن دي كلها اكتئاب، وبتحاول تخليها ما عادش تلمس كور تاني، ورايلي بتنام، وفرح بتحاول انها تجيب لها حلم تحلم. وبيجي اليوم التاني علشان رايلي تروح المدرسه، وفرح بتبقى فرحانه لان ده اول يوم دراسه لرايلي، ورايلي بتخش المدرسه وبتشوف بنات منحرفات، وفرح بتقول تعالى يلا نتعرف على البنات دي، واشمئزاز بتقول لها انت مش شايفاهم عاملين ازاي، وخوف بيجيب دفاتر لاخطر الحاجات اللي ممكن تحصل لهم، وبيقول اخطر حاجه ممكن تحصل لنا ان الابله تنادى علينا، بس مستحيل ده يحصل. وبتخش الابله وبتقول معانا واحده جديده في الفصل، وخوف بيقول يا نهار اسود هنعمل ايه، وفرح بتتصرف وبتخلي رايلي تعرف نفسها، وفرح بتنزل الذكريات عشان تخلي رايلي تقول هي قد ايه بتحب الهوكي وبتحب عيلتها وبتحب الشتاء وكده يعني، بس الذكريات دي بتقلب ازرق مره واحده. فرح بتشوف حزن وهي لابسه الكوره وبتلاقي الكوره لونها قلب ازرق، وبتحاول ترجع الكوره زي الاول بس مش بتعرف، ورايلي بتلاقي نفسها مش عارفه تقول ايه وبتبدا انها تعيط، وكل المشاعر بيحاولوا انهم يشيلوا الكوره الزرقاء دي، وحزن بتروح تلعب في آلة التحكم، وفرح بتقول لها دي بقى انت عيله سم، ونلاقي في ذكرى جديده مركزيه نزلت زرقاء، وفرح بتحاول انها توقفها علشان ترميها، بس السم بس حزن بتيجي تقول لها الذكرى دي بتاعتي اوعي ترميها، وبيتخانقوا، وفرح بتخبط في ذكرى مركزيه بتخلي كل الجزر تتقفل، وحزن لسه هتحط الذكرى بتاعتها في الذكريات المركزيه، فرح بتزقها، وكرة حزن بتتشفط في الذكريات اللي ملهاش لازمه، والذكرى المركزيه بتقع من فرح ولسه هتتشفط، فرح بتمسك فيها بتحاول تنزل، بس حزن بتتزحلق وبتقوم مشفوطيه كمان، وواخده فرح معاها في سكتها هي والذكريات المركزيه كلها ويا عيني بقيت المشاعر ما بتبقاش مصدقه، ورايلي بتلاقي نفسها مش عارفه تقول اي حاجه وبتعيط وبتقعد وبتستغرب من اللي حصل لها، وفرح وحزن بينزلوا في المكان بتاع الذكريات اللي ملهاش لازمه، وفرح بتقدر انها تجمع الذكريات المركزيه، وفرح بتلاحظ ان كل الجزر مش شغاله، وبتحاول ترجع علشان رايلي من غيرها مش تبقى فرحانه، ورايلي بتروح تاكل مع باباها ومامتها، ومامتها بتسالها عن يومها في المدرسه كان عامل ازاي، واشمئزاز بتاخد دور فرح وبتقول لها حلو حلو بس بقرف كده، وبنعرف كمان ان ام رايلي جواها مشاعر كمان، وبيلاحظوا ان رايلي بتكذب، وبيقول لها طب اتعرفت على اصحاب جداد النهارده، وخوف بيتحكم في رايلي وبيخليها تقول ما اعرفش، ومشاعر ام رايلي بيحسوا ان في حاجه وبيخلوها تنادي على ابو رايلي، وابو رايلي بيكون كمان جواه مشاعر وبيقول لها نفس السؤال، وغضب بيتحكم في رايلي وبيقول كان يوم حلو خلاص، وابوها بيقول لها الكلام بادب يا باه، وغضب جوه رايلي بيقول طب ماشي، وبيخلي رايلي تقول اسكت، وابوها بيقول لها اطلعي فوق يا كلبه، وبنلاحظ ان جزيره العيله بتتهز، وفرح وحزن بيحاولوا يروحوا، وابو رايلي بيطلع لها فوق وبيقول لها اسف يا حبيبتي، وبيحاول انه يهزر معاها، بس مشاعر رايلي ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، وبيبان على وشها ان هي ما بتبقاش طايقاه، وجزيره المرح بتتهد، وفرح بتبقى شايفه اللي بيحصل وما بتبقاش مصدقه، وبيقرروا يروحوا المقر من جزيره الصداقه، وفرح بتقابل رجاله الافكار وبتلاحظ انهم بياخدوا كل الافكار وبيرموها، وفرح بتقول لهم انتوا بتعملوا ايه، والافكار بيقولها لما رايلي ما بتهتمش بالذكريات دي بنضطر ان احنا نرميها، وبنروح لرايلي واللي بتكون بتكلم صاحبتها على النت، وصاحبتها بتقول لها انها صاحبه واحده بتعرف تلعب زيها بالظبط،
وغضب بيتعصب وبيقول محدش بيلعب احسن مني، وبيتحكم في رايلي، ورايلي بتقول لصاحبتها انا هقفل، وبتقفل المكالمه في وشها. وبنروح لفرح واللي بيشوف جزيره الصداقه كمان بتتهد. وفرح بتقابل بيج بونج صاحب رايلي الخيالي، وبتقول له انها عايزه ترجع للمقر الرئيسي. وبيج بونج بيقول لها هو انت فرح وانت حزن؟ ده رايلي من غيركم هتبقى زعلانه، تعالى اوديكم القطر بتاع الافكار هتركبوا فيه وهيوديكم المقر. وبيقول لهم يلا عشان نلحق نركبه قبل ما يمشي. وبيقول لهم هنخش من الباب ده. وحزن بتقول لفرح انها قريت على المكان ده وهو عباره عن حاجه تحولنا لاشكال كرتونيه. وبيج بونج بيقول لهم انا دخلت اهوت وما حصليش حاجه. وحزن بتقول لفرح تعالى نلف من حوالين السور. وفرح بتقول لها لا يا انا عايزه انجز رايلي علشان ما فيش وقت يلا. وحزن بتخش معاهم ورجاله الافكار بييجوا وبيقفلوا الباب علشان يشيلوا المواد اللي ملهاش لازمه. والآلة بتبدا انها تشتغل وبيج بونج بيتحول لكرتون. وفرح وحزن بيتحولوا وراه. وفرح بتقول لحزن ايه اللي بيحصل لنا ده؟ وحزن بتقول لها ان في 4 مراحل علشان يتحول لاشكال كرتونيه، ولو ما طلعناش قبل ال4 مراحل مش هنعرف نطلع تاني من هنا. وبتيجي المرحله الثانيه وبيتفككوا حتت. وبتيجي المرحله الثالثه وبيتحولوا لشكل ثلاثي الابعاد. وبيتحولوا للمرحله اللي قبل الاخيره وما بيبقوش عارفين يطلعوا من حجمهم الكبير. وحزن بتفتكر انها ثلاثي الابعاد وعلى تتحول لاي شكل وبتتحول لخط وبتطلع. وفرح وبيج بونج بيعملوا زيها وبيطلعوا من الباب وبيبداوا يرجعوا لجسمهم بس القطر بيفوتهم. وبيج بونج بيودوهم لارض الخيال اللي فيها كل حاجه. وفرح بتركب سحابه وبتطير. وبيج بونج بيقول الله ولسه هيعمل زيها. بيطلع له الاستاذ سحابه بيقول له ايه مش البيت له حرمه. وبيقوم بيج بونج شفطه وبيمشي. وبنروح لرايلي واللي بتكون بتجهز نفسها علشان تلعب هوكي. والمشاعر بتبقى خايفه لان لو رايلي استخدمت جزيره الهوكي هتتدمر. بس خوف بيجيب كل الذكريات بتاعت لعبه الهوكي وبيركبهم. ورايلي بتبدا تلعب ولسه هتسجل هدف. كره الذكرى بتطلع تاني لانها مش مركزيه. والمشاعر بيحاولوا انهم يركبوا اي واحده بس آلة الذكرى بترفضهم. ورايلي ما بتعرفش تلعب وغضب بيتعصب وبيخلي رايلي تسيب المكان وتمشي. وفرح بتشوف جزيره الهوكي وهي بتتدمر. وفرح بتقول لبيج بونج يلا نروح القطر بسرعه. وبيج بونج بيقول لها تعالى نقعد في بيته شويه اللي هو عباره عن بسكوت. وبيبص عليه وبيلاقيه انهد وبيقول بيتي. وبيلاقي العمال شالوه وبياخدوا المركبه الطايره بتاعته وبيرموها. وبيج بونج بيحس باليأس وبيبقى زعلان. وفرح بتيجي علشان تفرحه بس ما بتعرفش. وحزن بتيجي تطبطب عليه وبتقول له كلام يحزنه اكتر. وبيج بونج بيقول لها يلا نروح القطر. وفرح بتستغرب ازاي حزن خلته فرحان تاني وبتسالها هي عملت كده ازاي. وحزن بتقول لها ما اعرفش. وبيشوفوا القطر وبيركبوه. وبنروح للمشاعر التانيه وغضب بيجيله فكره انه يخلي رايلي تسيب البيت وتمشي وترجع البيت القديم بتاعها تاني. وخوف بيبقى خايف بيقول له لا يا عم اسكت. وبنروح لفرح واللي بتكون راكبه القطر بس بيقف. وبتقول للسواقين انتوا وقفتوا ليه؟ وبيقولوا لها علشان رايلي نامت ودي الاستراحه بتاعتنا. وفرح بتقول لهم لازم نروح المقر على الصبح. وحزن بتشوف مكان الاحلام وبتقول لها انا عندي فكره. وبيخشوا مكان صناعه الاحلام وبيدخلوا مكان التصوير. وحزن بتقول لفرح احنا نحاول نجيب لها كابوس علشان تصحى وهي معيطه. وفرح بتقول لها لا يا ست مش للدرجه دي، احنا نحاول نجيب لها حلم نخليها فرحانه لدرجه انها تصحى. وبتبدا تلبسهم الهدوم وبيخشوا ساعه التصوير وبيبقوا لابسين لبس الكلب وبتبدا ترقص بس الهدوم بتتقطع وبيبقى في كاميرا بتخلي الحاجات واقعيه وبيبان ان الكلب مقطوع نصين. وخوف بيبقى بيتفرج على حلم وبيقول يا ساتر يا رب. والشرطه بتيجي وفرح وحزن بيستخبوا وبياخدوا بيج بونج وبيسجنوه وبتبقى معاه كل الذكريات المركزيه. وفرح وحزن بيروحوا يجيبوا بيج بونج والذكريات اللي معاه. والشرطه بتشوف هما بيحاولوا يفتحوا له بالسجن وبيدخلوهم هما كمان. والسجن ده بقى بيبقى عباره عن كل مخاوف رايلي. وبيلاقوا بيج بونج بس بيبقى محبوس على بطن المهرج الكبير. وفرح بتروح تاخد الذكريات وبتحاول تطلع بيج بونج من السجن اللي هو عباره عن بلالين وبيطلعوه لسه هيهربوا. وفرح بتفتكر ان رايلي لسه نايمه وما صحيتش من الحلم فبتجيلها فكره وبتصحي المهرج وبتقول له مش هتيجي العيد ميلاد. والمهرج بيقول لها هو فين. وفرح بتقول له تعالى معايا وبيكسروا السجن وبيطلعوا وبيروحوا لمكان تصوير الحلم. ورايلي بتشوف المهرج وبتصحى. وفرح وحزن وبيج بونج بيروحوا يركبوا القطر. وبنروح للمشاعر التانيه وغضب بيركب فكره الهروب من البيت وبيحجزوا اقرب اتوبيس عشان يركبوه. وشمئزاز بتقول لغضب الاتوبيس عاوز فلوس هتجيب فلوس منين. وغضب بيقول لها هنسرق. ورايلي بتنزل تاخد فلوس من شنطه مامتها وبتطلع تاني. وفرح بتلاقي جزيره الصدق بتتهدي هي كمان والقطر بيقع عليهم والعمال بينقذوهم في اخر لحظه. وفرح بتعرف ان رايلي هتهرب. وفرح بتقول لهم يلا عشان نمشي من على جزيره العيله بس حزن بتوقفها وبتقول لها جزيره العيله شكلها هتتهدد دلوقتي. وفرح بتلاحظ الاسطوانه اللي بتودي الذكريات للمقر الرئيسي وبتروح علشان تركب. ولسه حزن هتركب معاها الذكريات المركزيه كانت هتتزرق. وفرح بتقول لها انت على طول بتخلي رايلي زعلانه انت مالكيش لازمه. وبتركب لوحدها وبتطير بس الاسطوانه بتتكسر وبيج بونج بيحاول يساعدها وبيقوم الحجر اللي بيج بونج واقف عليه مكسور وبيقع في الذكريات اللي ملهاش لازمه. وفرح كمان بتقع معاه. وبنروح لرايلي واللي بتكون في طريقها للاتوبيس. وبيج بونج بيدور على فرح وبيلاقي عايزه تطلع بس مش عارفه. وفرح بتلاحظ ذكرى عماله تنور وبتمسكها وبتلاقي رايلي بتبقى زعلانه وباباها ومامتها بيطبطبوا عليها. ورايلي بتنزل تفرح مع زمايلها تاني. وفرح بتستنتج ان الحزن ممكن يولد فرحه يعني لو انت كنت زعلان وحد جه قال لك كلام يحفزك ويشجعك فتبقى فرحان.
هو ده اللي فرح استوعبته، وبتقول لبيج بونج لازم نمشي من هنا بسرعه، وبيج بونج بيفتكر المركبه الطايره بتاعته اللي العمال لا يرموها، وبيروح يجيبها وبيركب هو وفرح، وبيبداوا يغنوا وبيطيروا، بس بتيجي في اول مره وما بتجيش، وفرح بتقول يلا تاني وما بتجيش، وتالت وما بتجيش، ورابع وما بتجيش، وفرح بتحس بالاحباط، وبيج بونج بيقول لها يلا انا حاسس ان المره دي هنجيبها، وبيعملوها، وبيج بونج بينط وفرح بتطلع فوق، وبتلاحظ ان بيج بونج مش معاها، وبتبص عليه وبتلاقيه فرحان وعمال بيقول لها يلا روحي انقذي رايلي، وبيقوم مختفي، وفرح بتحس بالزعل، وام وابو رايلي بيوصلوا البيت وبيبداوا ان هم يدوروا عليها بس ما بيلاقوهاش، وامها بترن عليها بس غضب بيقفل في وشها، وخوف عمال بيقول هنتخطف هنتخطف، وفرح بتلاحظ ان جزيره العيله بتبدا انها تتكسر، وبتروح تدور على حزن وبتمشي ورا الكور الزرقاء، ورايلي بتبقى وصلت للمحطه، وفرح بتشوف حزن من بعيد، وحزن بتقول لها بعيده عني، رايلي هتبقى احسن من غيري، وبتجري، وفرح بتقول لها استني وبتجري وراها، وبقيه المشاعر بيحسوا ان هم غلطانين وبيحاولوا يخلوا رايلي ترجع في كلامها، بس الآلة بتبوظ وما بيعرفوش يتحكموا فيها، ورايلي بتركب الاتوبيس، وفرح بتمسك الشنطه اللي مالها نهايه وبتحط فيها ناس كتير عشان يعني تفضل تطلع تطلع تطلع، وتقوم نطة على المقار، وحزن بتركب الغيوم وبتبقى متجهه للمقار، وفرح بتقدر انها تطلع الناس وبتقوم نطة على النطيطه اللي هي في جزيره العالة، وبتطير وبتاخد حزن معاها، وبيخبطوا في الازاز بتاع المقار، وبقيه المشاعر بيحاولوا ان هم يكسروا الازاز بس ما بيعرفوش، وشمئزاز بتجيلها فكره وبتقول لغضب انت مالكاش لازمه معانا هنا، وغضب بيقول لها انا ماليش لازمه معاكي، وبيطلع نار من راسه، وشمئزاز بتمسكه وبتفتح بيه الازاز، وفرح وحزن بيدخلوا، والمشاعر بيقولوا لفرح خلي رايلي تنزل من الاتوبيس، وفرح بتقول لحزن انت اللي هترجعيها، وحزن بتروح تحط ايدها على الاله وبتشتغل، ورايلي بتستغرب هي بتعمل ايه، وبتقول للسواق عايز انزل، والمشاعر كلها بتستغرب من اللي حزن عملته، ورايلي بترجع بيتها تاني، وفرح بتدي الذكريات المركزيه لحزن وبتمسكهم وبتخليهم كلهم زرق، وبتركبهم في الذكريات المركزيه، وبتخلي رايلي تفتكر ايام زمان، ورايلي بتقول لباباها ومامتها انا اسفه بس عاوز ارجع البيت بتاعنا تاني، نفسي اشوف صحابي بتوع زمان، وابوها ومامتها بيقولوا لها واحنا كمان والله، وبيحضنوها، وفرح ساعتها بتعرف ايه فايده حزن، وحزن بتمسك ايد فرح وبتحطها على الاله وبتخلي رايلي تبقى فرحانه، وبتنزل ذكرى على شكل فرح وحزن، وبترجع جزيره العيله تاني، وبيقدروا ان هم يعملوا ذكريات مركزيه جديده كلها دمج بين المشاعر، وعملوا كمان جزر جديده زي جزيره الاغاني وجزيره الحب وجزيره الموضه وجزيره عمل اللايكات وكده يعني، والعمال بيعملوا لهم آلة تحكم كبيره بيقدروا يتحكموا في رايلي من صوابع رجليها لحد شعرها، ورايلي بتبقى رايحه تلعب ماتش هوكي وبتخبط في واحد بس الواد ده بيبقى اول مره يتكلم بنت، والمشاعر جواه بيجروا ورا بعض من خوف انهم يعني اول مره يتكلموا بنت وكده، ورايلي بتخش تلعب الماتش وهي مبسوطه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تبخلش عنها باللايك والاشتراك، ولو بتحب الافلام الاجنبيه او المصريه او حتى الكرتون يبقى ده مكانك، دوس اشتراك واحجز مكانك لان لسه في ملخصات اقوى من كده، وسلام.